احنا هنبتدي المشروع وبعدها بقى نشوف اذا كان هينجح ولا لا. في قصة قديمة كده من هونج كونج، كان راجل عنده مصنع أحذية. الحاج ده كان عايز يروح يفتح سوق جديد في مكان بعيد، فبعت واحد من رجالته. راح الراجل يعين المكان ورجع قال للحاج: لا بص يا حاج، الناس هناك اصلا ما بتلبسش أحذية، انسى البروجكت ده. رجع تاني قال: لا انا هبعت واحد من السيلز. راح بتاع السيلز قال له: بص يا حاج، هو الناس هنا ما بتلبسش أحذية، بس السوق هنا اون فاير. طب الراجل يروح يماركت لشغله هناك ولا لا؟ راح بعت حد من تيم الماركتينج، وعشان عارفين ان تيم الماركتينج بيجيب الزتونة، فالراجل بتاع الماركتينج راح هناك قعد مع عمدة البلد وفهم منه ان الناس فعلا ما بتلبسش أحذية، بس الناس عندها مشاكل كتير قوي في رجليها بسبب الموضوع ده. فرجع الشخص اللي من تيم الماركتينج قعد مع الحاج وقال له: احنا هندخل لهم من الدخلة دي، انا اقنعت العمدة الأحذية بتاعتنا هتمنع المشاكل اللي بتحصل لهم في رجليهم. وبحسبة بسيطة كده او ان هم هيكسبوا 20% لما يروحوا يسوقوا المنتج بتاعهم هناك. لما تروح تتوسع في مكان جديد او تنزل بمنتج جديد، لازم الاول تدرس السوق بتاعك صح، وتعرف احتياجات العميل بتاعك، وتشوف اذا كان في ماركت نيد فعلا للمنتج بتاعك ولا لا. ولو ما فيش ماركت نيد، فازاي هتخلق النيد ده وهتدخل بالمنتج بتاعك من انهي دخله. اعملوا لي فولو علشان حكاوي اكتر عن الماركتينج وتبس اند تريكس.